كان في سؤال موجه ليا في الفيديوهات اللي بتكلم فيها عن ان البنت بتحط ميك اب كتير او بتلبس لبس ضيق او المواضيع دي. ليه في بعض المواضيع مش بقول للام ان اول حاجة تقولها لبنتها ان ده حرام، بالرغم اني بقول دايما اننا لازم نعلمهم الدين ونفكرهم بمراقبة الله سبحانه وتعالى طول الوقت. طيب خليكي معايا واحدة واحدة. احنا بنعلمهم الصلاة من وهم صغيرين وهم عارفين قد ايه هي مهمة، ومع ذلك بيقطعوا فيها. وبنعلمهم ان الكذب حرام، وساعات تلاقي بنتك بتكذب عليكي في مواضيع تافهة ما تستاهلش اصلا. طيب هل هم مش عارفين ان كده حرام؟ اكيد انت علمتي ولادك الحلال والحرام، واكيد بتفكريهم بده طول الوقت، صح؟ طيب خليني بقى أقولك إن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان بيخاطب الناس على قدر عقولهم. وهقولك حديث اتعلمت منه نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، والحديث ده هيفرق معاكي أكيد زي ما فرق معايا. أنا هقولك أول الحديث وإنتي ممكن تقرأي بقيته بعد كده. أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه. ادنوا فدنا حتى جلس بين يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناته، إلى آخر الحديث. وفي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدر الشاب ودعاله وقال له: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. المنهج اللي اتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الشاب ده عبقري. بالرغم ان الشاب جاي يستأذن في كبيرة من الكبائر، الرسول اتكلم معاه باللي يفهمه بمنطقه. فأيوة طبعا هنعلم بناتنا وولادنا الحرام والحلال، بس دايما خلي ليكي مدخل معاهم اتكلمي معاهم بيه وخاطبيهم على قدر عقولهم. وانا مهمتي اني اقولك على مفاتيح ومداخل بناتنا وولادنا علشان نعرف نربيهم في وسط الفتن اللي احنا عايشين فيها.